السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هعمل معاكم في الفيديو الطحينة اللي مفيش بيت بيستغنى عنها في شهر رمضان. كل عام وانتم بخير، ويا رب تتحقق امنياتكم. انا عارفة ان الاسعار بجد بجد مش طبيعية، بتزيد زيادة، مش يعني بتقفز، مش بتزيد، بتزيد بطريقة مش طبيعية، وفي كل الحاجات وفي كل نواحي الحياة. فربنا يعيننا يا رب على الأسعار اللي مش طبيعية ديت. وهنحاول بقدر الإمكان إن احنا نبسط الأمور، والحاجات اللي احنا بنشتريها غالية من بره نحاول إن احنا نعملها. مفيش بيت بيستغنى عن الطحينة في الشهر دوت. في طبق فول، في حبة بابا غنوج، في شوية سلطة طحينة جنب الأكل. بصوا، مفيش بيت بيقدر يستغنى عنها. هنعملها مع بعض في الفيديو دوت. التكلفة تكاد تكون منعدمة بالمقارنة بأسعارها اللي انت هتجيبيها من بره، بمكونات بسيطة جدا جدا جدا، وبطريقة كمان والله بسيطة، والنتيجة فعلا ممتازة. مش هقول زي اللي بره، احلى وانضف بكتير جدا جدا جدا. هنعملها مع بعض في الفيديو دوت. بس يا ريت قبل ما ابدا معاكم الفيديو ما تنسنيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد باذن الله. ويلا مع بعض نشوف عملنا الطحينه الجامده ديت ازاي. يلا مع بعض يا حبايبي نشوف الفيديو. اول حاجه هننزل بربع كيلو من السمسم، وكمان عليه نص كوباية من السوداني، وهننزل بكوباية من الدقيق. والمكونات دي كلها هنقلبها على النار. احنا مش محتاجين نشوحها، يا دوبك تبدأ تسخن وروايح الزيوت بتاعتها تبدأ تظهر. هنوقف التقليب فيها على النار فورا، وهنشوف احنا هنعمل بعد كده ايه. الاول هنجسها بايدينا كده، اول ما نلاقيها تبدأ تسخن نبدأ نشتغل فيها. بقلبها معاكم اهوت. روايح الزيوت بدأت تظهر. انا زي ما قلت لكم انا مش محتاجة اشوحها، يا دوبك تقليبة على النار سخنت اهيت. هطفي البوتاجاز وهاخدها على طول على الكبة، وممكن بدل الكبة الخلاط. هنزل بيها في الكبة بتاعتي، وزي ما قلتلك ممكن تنزلي بيها في الخلاط. ومعايا كوباية من الزيت. انا مش هنزل بكوباية الزيت مرة واحدة، هنزل بيها حبة حبة في الكبة، واخدها لفة او هضربها المكونات ديت مع الزيت اللي انا هنزل بيه. زي ما قلت لكم انا مش هنزل بكمية الزيت كلها، هضربها معاك اهو. هضرب الخليط بتاعي كويس. ضربناه مع بعض، وهنزل بجزء تاني من الزيت، مش هنزل بيه كله. كمية الزيت حسب ما توصلي للقوام اللي انت عاوزاه. انا الكوباية كفتني، وصلت القوام كويس جدا. انت ممكن لو محتاجة قوام اكتر يعني ايه حسب القوام بتاعك او القوام بتاع الطحينة. هنزل بالزيت زي ما انا قلت شوية بشوية، وكل ما هنزل هضرب في الكبة، وهفضل بالطريقة ديت لغاية ما اوصل للقوام اللي احنا محتاجينه. هو لازم يتضرب كويس جدا، لازم يتنعم لغاية ما توصلي بيه للقوام اللي انت عاوزاه.
شايفين شكل الطحينة بتاعتنا؟ ما أخدتش ما أخدتش أي مجهود. زي ما شفنا خلطنا المكونات إزاي وضربناها مع بعض في الكبة بتاعتنا. وممكن زي ما قلت لكم مفيش مشكلة لو مفيش كبة اضربيها في الخلاط وهتدي نفس النتيجة. شايفين الطحينة بتاعتنا بجد تحفة وريحتها روعة، وأنا بكبها بجد الريحة ممتازة. شايفين جمالها؟ جميلة جدا جدا جدا، ويا عيني عليها مع طبق الفول أو مع طبق بابا غنوج، تحفة. والتكلفة زي ما شفنا بسيطة جدا جدا، مش مكلفة نهائي بالنسبة ان انت تشتريها من بره غالية. طب ليه تشتريها غالية لما ممكن تعمليها في البيت بالطريقة البسيطة ديت؟ شفنا مع بعض الطريقة، واللي عجبها الفيديو بتاعي ياريت اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد بإذن الله. وأشوفك على ألف خير في الفيديو الجاي. مع السلامة يا حبايبي، مع ألف سلامة.